واخيرا جبت حمام جديد، والحمام دوت انا بحبه. اللي ما يعرفوش الناس المتابعيني من الدول العربية، ده حمام غزار مصري معروف هنا في مصر. ممكن تلاقي شبهه، لكن صعب قوي ان انت تلاقي زيه بنفس المواصفات اللي عاملينها الغواء المصريين. لون الضوافر، ضريبة العين، العظم، الطول، الحجم. وكل ما كانت ليها مواصفات قياسية كل ما سعرها بقى أغلى. الحمام دوت في بعض الأماكن عنده بتوع الرواة بيوصل لآلاف الجنيهات. هيقولوا لي حمامة بآلاف الجنيهات؟ لأنها حمامة نادرة. دوت نوع واحد من أنواع كتيرة قوي في الغية المصرية. النوع دوت بيتسمى الأزرق قطيفة، وبيتسمى من باب النواعم. عارفين ليه تسمى نواعم؟ لانها حمامه ناعمه، حمامه رقيقه. يعني بصوا كده من طولها لشكلها، التدريجه بتاعه الالوان بتاعتها. مكان المواصفات العاليه كل ما كان سعرها غالي. انا جبتها ازاي؟ بصراحه جار لي في العماره، انا حتى اتفاجئت ان بيربي حمام بس في الناحيه التانية. البرج نفسه كذا ناصيه كبير يعني. فبيقول لي انا عايزه اصفي، عندي زواجل. قلت له بصراحه انا ما عنديش مكان، يعني انا وعندي زواجل اللي انا مكبرهم. قال لي وكمان عندي ازرق قطيف. انا سمعت ازرق قطيفه لان الناس اللي متابعيني انا بحب باب النواعم عموما، او المكنيرات زي ما بيسموه في لغه الغيه. انا حاولت ابحث برضو على كلمه مكنير يعني ايه. في ناس قال لك اصل جايه من الكناريا عشان بصوا منقاره كده ايه صغنطط. وفي ناس قالوا لك ان مكنير ديت جايه من كلمة أجنبية واتعربت علشان كانت بتطلق الأجانب، يعني كانوا بيطلقوها على الحاجة الناعمة أو الحمام اللي ليه سلالات كده جميلة أو رقيقة. فأنا بتكلم على المصطلح، مش بتكلم على نوع الحمام. الحمام ده نوع مصري بحت يعني. فقال لي أنا عندي أزرق قطيف. قلت لا خلاص، قلت له صورهولي كده، عجبني شكله. قلت له تمام انا شاريه يا سيدي. فنزلت له ولادي وخدتهم. طيب انا دلوقتي الفيديو عشان ما اطولش عليكم، ايه الخطوات اللي احنا بنعملها عشان نستقبل الحمام الجديد؟ انا هما ايه لسه كاشفين اهو. هو صحتهم كويسه، هو اداني زغلول معاهم بس الزغلول هو ايه محتاج يتعالج. هنشوف بقى هنعرف نعالجه ولا لا. لكن هم كويسين. بصوا بقى انا عملت ايه. هو عشان يزغلول انا حاطه طبقه بلاستيك. نظفت طبعا الطاجن، طاجن البيض. نظفت الاكاله اهي زي ما انتم شايفين. ادي الميه غسلتها، بص شايفين. ونظفتها. وهنا الدرج برضو غسلته عشان اتابع الزيت. نقطة مهمة بقى، خلي التفاح. خلي التفاح ده مش دعاية، انا مش باخد يعني مش دعاية بفلوس، يعني دي دعاية مجانية وحاجة انا جربتها وجابت نتيجة معايا. الخل التفاح ده خل تفاح عضوي، خل تفاح فريست بتاع باشمهندس محمد السيد. ادي رقم تليفون اللي يحب ان هو يجيب منه. ده انا مجرباه كويس تمام. بص انا هعمل ايه. هو المفروض السنتي بياخد لتر او اللتر بياخد سنتي واحد. انا بس ثواني هحط كام نقطة بس خلاص. وهنتابع الزبل اول باول مع بعض. انا غيرت اتجاه السلاكة ماشي، واحط لهم اكل. ثواني احط اكل وارجع لكم. ادي الاكل انا هحطه له. ملحوظه برضو حابه اقولها لكم، انا من امبارح يعني هو جبته امبارح بالليل. هو ما كانش اكل قوي بس انا ما اكلتوش ولا شربته. يعني انا حاطه له دلوقتي الساعه تقريبا 11. هشوف كده هيبتدي ياكل ولا لا. لو ما كلش هشيل برضو الاكل من قصاده ماشي. حاجه تانية برضو الملاحظات دي تخلي بالكم منها. هنا ظهر السلاكه اهو، لاني الاول كانت ظهري مكشوفه، انا كنت حطاها كده في الوش. فلا اما تبقى عندك او جايب حمام جديد لازم على الاقل النص او التلات ارباع، يعني هو في الوش كده متقفل، من الجنب هنا متقفل،
دخول الشمس مهم، فانا الجزء دوت والجزء ده مفتوح. عايز تأمن زيادة وتقفل تبقى الجزء ده وتسيب جزء واحد للتهوية والشمس وكده، تمام. ده بالذات الحمام الجديد، لانك انت ما تعرفش البيئة اللي هو عايش فيها ايه، هل كان خشب، هل كان متقفل عليه فتيجي تفتح للسلك يعيا. فنخلي بالنا من النقطة دي. وهبقى اوريكم الزغلول الضعيف، هنشوف هو مش قادر يمشي. غالبا حاجات العظم دي الكساح ما بتبقاش ايه يعني بتجيب نتيجة قوي، بس هنحاول معاه ماشي. هقول لكم ايه تاني. انا فضيت المكان ازاي. انا كان عندي حمام غريب، بصوا ليه عطشته، ركزوا بقى في التفاصيل دي، ليه عطشته؟ عشان عايزاه ياخد جرعة الخل. هي اللي شربت الاول دي نتايج ماشي اهو، ابتدي لقط. هو على ما اعتقد يعني، وبتوع الغية ي... ياكدوا لي الموضوع دوت. بحس ان الحمام المقنير عايز كلفة ناعمة اكتر، تمام. دي اللي هي متوفرة بس هو بياكلها، او انا هعرف يعني. انا بس هستكشف معاكم، هشوف هو ساب ايه، الغلة اللي سابها الغلة. انا برضو ركزوا معلش، هو الفيديو طويل شوية بس الملاحظات دي بنخلي بالنا منها. انا ما حطيتش الاكل للاخر، ما مليتهوش، ما قلتش ده جعان ومليته، لا. انا عايزاه يعني على جوع ياكل كل الكميه، ولو اتبقى هعرف ان النوع دوت مش بيحبه قوي، وعشان ما يتهدرش معاه. هو خايف طبعا يعني، تخيلوا مكان جاي مكان، بس هو هيشرب وهياكل دلوقتي. بصوا انا وقفت بعيد شويه عشان برضو ياخد راحت يعني راحته في الاكل، ما يخافش مني، والاكل بيشجعه. حاجه اخيره، انا فضيت مكاني زي ما اني ما كانش عندي عيون. كان في اللي هو حمام غريب، كان في واحد يعني حمام من اللي انا ما اعرفش صح، فضيته. اضطريت ان انا بص هوريكم الحمام الغريب عندي كام واحده. ادي هي واحده بس سلكه، وادي 3 واقفين اهو. دول بس واقفين عشان كنت بصور فوقفوا هنا اهو. ده مش حمام. وادي العيون، انا ما عنديش حمام زيادة بس. فانا دلوقتي هسيبهم براحتهم ياخدوا، وان شاء الله طبعا مش هقدر اطير الفرد دوت، لان القص دوت قصدي، لان القص دوت كان طاير قبل كده عند الراجل اللي اشتراه منهم جاري. فانا مش هطيره ان شاء الله. ان شاء الله لو ربنا بارك واراد يبارك من عشهم هنبقى نطير ونشتغل. واحاول بقى احاول اجتهد وابحث واقرا على باب الازرق قطيفه عشان اقول لكم بس قد ايه هي حمامه جميله بتفاصيلها. يعني حمامه تحب ان انت تبص عليها، يعني جامعة ما بين زي ما قلت لكم كده العصافير او منقار العصافير على هيئة حمامة. طبعا كل ما كان طولها اطول الديل دوت كل ما كان احسن، يعني كل ما كان جاي على كمان فارش للارض كده. عارفين اللي هو ايه، عصفورة على طاووس نازل كده ديله، فما تفهموش حاجة جميلة بصراحة. فإن شاء الله هبتدي برضو أشوف واستكشف معاكم على المواصفات على قد ما أقدر طبعا، عشان تحسوا إن الغية المصرية دي مدرسة لوحدها. الواحد محتاج يدرس ويتعلم في كل حاجة. لأني هقول لكم على حاجة، بحس ان ضريبة العين او لون العين لازم ما يبقى الشكل كذا، يبقى يعني مثلا يقول لك ايه، لازم اللون يبقى مستكاوي مثلا في الازرق قطيفة. لو لون تاني يبقى دخل عليه حمام تاني. مدرسة كبيرة قوي طبعا. الاساتذة بتوع الغية هم اللي اكتر مني. انا بقول لكم انا بحاول اجتهد. لو انا نفسي اعرف الناس كلها سواء يعني خاصة اللي بره مصر قد ايه عندنا حمام قيم، بس احنا قافلين عليه. هبتدي من خلال الصفحة على قد ما اقدر ان انا اوري لكم الحمام اللي انا هجيبه، وان شاء الله يعني ممكن نجيب نوع تاني. مع السلامة.